لكن بدي اسولف لكم سالفة بيها ملوحة وبيها مصوخة بنفس الوقت. هذا اكو شايب بسلف من عمره كله عنده 3 بنيات، بعدهن صغار وامهن ماتت، وزوجته عزيزة عليه كلش، فقال ما اتزوج، اربي بنياتي، خاف اخذ لي مرة وتلوع بناتي، فانا ابقى على بناتي وباكر هن يكبرن ويخدمني. تعدت الايام والسنين وبناته كبرن، والديرة قاموا يودون عليهن يخطبونهن. ذاك اليوم ودع على بناته، قالهن ابويا تعال انا قاعد عندي سالفه وياك، وهو عنده بيها غايه. سالت شبيره قالها ابويا ايش قد تحبيني؟ قالت له ابويا احبك بقد الشمس. قالها زين، انت ابويا الوسطاني ايش قد تحبيني؟ قالت له احبك بقد القمر. قالها حلو عافية عليك. الثالثة ابويا الصغيرة ايش قد تحبيني؟ دنقت راسها، هاي بقد الشمس وهاي بقد القمر، شو تقول؟ قالت له ابويا احبك بقد الملح للزاد. قالها بس؟ قالت له بس احبك بقد الملح للزاد. ما ارتاح من عندها. قالها نقوم نروح على شغلتشن، لكن ما ارتاح من بنته الصغيره. ذاك اليوم هي خطابه لبناته، زوج الثنين الكبار، الناس اغنياء عندهم مال وحلال خير من الله، لكن الصغيره ام الملح زوجها الفرد واحد فقير عايش بصحراء وعنده ايش كم نعجه. راحت السنين ويت السنين، كبر الابو والشايب، صار شايب يعني الرجال ابو البنات. ذاك اليوم عوشيته خيزرانته بيده وقال خلنا امر على بناتي. طبعا الصغيره ناسيها، مو معلوم وين وداها وما يسال عليها، وهي اختاضت من ابوها وقامت ما تمر. راح للشبيره قالت له حبك بقد الشمس. دق الباب عليها، طلعت، ها ابويا شلونك؟ خير ان شاء الله، اهلا وسهلا. قالها ابويا والله ضجيت وحساب الموت شاهب علي، ويا تمر عليك اشوفك. قالت له ابويا تريد الصدق، زوجي بالبيت وما يرضى احد من اهليينا، روح لخيتي ذيك الثانيه. قال عجيب، كان مو قلتي له احبك بقد الشمس؟ عافها وانكسر قلبه، وهي هم سدت الباب ودشت على ريلها. راح البتة الثانية اللي قالت له احبك بقد القمر، دق الباب عليها، طلعت له، هلا ابويا، هلا ابويا بعد روح، شلونك؟ شلون كيفك؟ شلون الصحة؟ يا 100 هلا بيك، شلونك ابويا؟ قالها والله ابويا شلوني؟ والله تعبان وضايج وحساب ألقط أيام، ويا تمر بيجن يا ابويا. قالت له هلا بيك ابويا، أنا عندي خطار وقاعد أطبخ وملتهية، وزوجي عنده خطار ياين وملتهية وياهم، وقال لحدينا ياهو تدق الباب، قال لي لا ياهو تدق الباب، قال لي لا غير وقت تعال ابويا انت روح لبيتك وانا امر عليك باكر. هز راسه الابو قال ايه هاي اللي قالت له حبك بقد القمر. عافها وخذتها صفنه، طلع بيها للشو للبر، وهو يمشي ويسولف ويا روحه ويبكي، الى ان وصل الفرد خيمه، الفرد صهوه مثل ما نقول بالخيط بالبر،
ويم هاي الخيمة يم هاي الصهوة اكو ايش كم نعجة ودجاجات ومن هالشغلات. وهو يمشي ويسولف ويا روحه ويبكي، إلى أن وصل الفرد خيمة، الفرد صهوة مثل ما نقول بالخيط بالبر. ويم هاي الخيمة يم هاي الصهوة اكو ايش كم نعجة ودجاجات ومن هالشغلات. ابو الخيمة ابو الصهوة طلع شاف هذا الشايب العجوز قاعد يتمشى وخيزران بيده وتعبان عليه ملامح التعب. راح تلقاه، ها عمي خير ان شاء الله؟ قال له والله عمي تعبان وجيت وعطشت وضيعت الدرب وخذتني صفنة. قال له تفضل تفضل. اكو مرة بالخيمة بالصهوة بنت الشايب، لكن الشايب ما يدري بيها. شهبت عليهم شافته، عرفت ابوها، عرفت ابوها. هي تسلمت عليه لكن الابو ما عرف بنته، مو شايفها وتعبان وبين عليه الكبر. رحبت بيه لكن ما قالت لا انا فلانه بنتك. قعد شرب ماي وسوت لهم شاي وصاح عليها المعذب زوجها، قالها ام فلان ذبحي لنا ديايتين وسويهن لعمي عشاء. قالت له على امرك صار. النسوان بالعرب او بالغرى لليوم ولله يذبحن الحلال ويذبحن ويكربن ويحصدن عون لزوجهن. فكضت لها ديايتين وذبحتهن وطبخت زادها لكن بدون ملح. طبخت الزاد كله ماسخ. ايضا عندها غايه. صاحت لمعذبها ابو فلان تعال خذ العشاء. الشايب يوعان الى درجه وتعبان، مدوا السفره وهو منتظر الاكل والزاد يجي حتى ياكل، يا بالتمن ويا بالمرق والتشريبه ويا بالخبز ويا بالياب الشغلات الخضراء يا باللحم والدجاج. احتلت اشتهاته، اشتهى ياكل، مد ايده على اللحم وحط على التمن ومرق وكذا ويريد ياكل. خلى الزاد بحلقه وذب الزاد من حلقه رجعه. قال الله اكبر، ما عندكم حبايه ملح تحطون على الزاد؟ هذا الزاد كل النار حرمته وخربته، ما عندكم ملحات تذبون على الزاد ليش؟ البت تسمع بته عاد بنيته دخلت عليه قالت لابويا مو ما عندنا ملح، عندنا ملح والملح ضال، لكن ما ادري ليش ما تريد الملح للزاد. ما ادري ليش من قلت لك ابويا قد احب انك بقد الملح للزاد هضمتني وظلمتني وهاي عيشتي والحمد لله والشكر. هسه دريت يا ابويا انا بيوم قلت لك احبك بقد الملح والزاد، بقد الملح للزاد، دريت بي ايش قد هسه اريد انقلها ابويا انت فلانه. قام لها شبق عليها وظل يبكي. ابويا اشتبهت وبرين الذمه، وين خواتي ابويا قال لك احبنك بقد الشمس وبقد القمر؟ قالها اعفيني من السالفه ويكفيني بس بعد، وابويا راح اظل عندك انا والحلال اللي عندي كله الك. وانا عفتهم ويت. فالتفرقه مو حلوه، التفرقه مو صحيحه، مو معلوم باكر منو اللي يشيل كبورتك، مو معلوم باكر ياهم من اولادك او بناتك اللي راح يتضمن حياتك وراح تعيش وياه. هاي الدنيا. مع تحياتي لكم، ربي يحفظ اهلنا وناسنا ويحفظكم ان شاء الله. التفرقه
ممنوع. في امان الله.